طبعا في خبر نزل النهارده، او في حد سرب خبر ان الفيفا وافق على تقسيط المبلغ، وان وان نادي افيش البرتغالي هيتحمل نص قيمة الغرامة. لا، الفيفا ما وافقش على تقسيط المبلغ، والنادي افيش البرتغالي كان مأمن نفسه زي ما الاهلي كان مأمن نفسه ومأمن ومضي كهربا على استمارة ان هو لا دخل له باللي هو عامله. نادي افيش البرتغالي هناك كان برضو مضي على نفس الكلام، انا ماليش علاقة باللي انت عملته في الزمالك، انت موقفك قانوني مش قانوني دي حاجة ليك. فكده الغرامة كاملة هيدفعها محمود كهربا. آخر ميعاد لدفع الغرامة يوم 26/12، يعني بالظبط بعد 12 يوم من النهاردة. ما دفعش الغرامة هتتجدد تلقائيا، لا، ولازم الزمالك يبعت ما يفيد إن اللاعب دفع الغرامة. يعني الزمالك يبعت إخطار للفيفا إن اللاعب سدد لنا الغرامة. يعني كل الهري اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده، والاخبار اللي متسربه، ويطلع اعلامي يقول لك ده خلاص انفراجه في ازمه كهرباء وهيلعب من الماتش الجاي وهيلعب. لا لا لا، مفيش الكلام ده، مفيش. ولا في تقسيط مبلغ، ولا في تقسيط مبلغ، ولا في نص غرامه. الغرامه كامله. غرامه بسعر الدولار النهارده معدية 70-80 مليون جنيه. ف... فبصراحة يشرب بقى.